للحملة النسائية السورية بمبادرة مؤتمر ستار وتجمع نساء زنوبيا. بتحالف النساء سنبني سوريا حرة ديمقراطية لا مركزية. 12 تشرين الثاني 2025. تمر سوريا اليوم بمرحلة تاريخية فاصلة تتشابك فيها معاناة الشعب السوري مع تعقيدات الصراع المستمر الذي ألقى بظلاله الثقيلة على النسيج الاجتماعي والسياسي للبلاد. في هذه اللحظة الحرجة تتزايد التحديات الداخلية والخارجية التي تزيد من الانقسامات وتعمق الأزمة الوطنية، وبينما يغيب الاستقرار والأمن تتجلى الحقيقة المرة أن الحلول المركزية التي تتجاهل المكونات الأساسية للمجتمع السوري وفي مقدمتها النساء والمكونات لا يمكن تحقيق السلام المستدام أو العدالة الشاملة. أقصاء النساء والمكونات الثقافية والدينية من المشاركة الفاعلة في صنع القرار هو أحد أعمق مظاهر الأزمة السورية. في المناطق الساحلية والجنوبية نرى انتهاكات مستمرة بحق النساء والمكونات، إضافة إلى تهميش دورهن في عملية بناء السلام وصنع القرار السياسي. وفي مناطق شمال وشرق سوريا لا يزال الاستبعاد ذاته يتكرر، ما يؤكد أن أي حل سياسي يغفر للنظام اللامركزي الديمقراطي ويستثني هذه الفئات هو حل هش وغير قابل للاستمرار. إن استمرار هذا الإقصاء يغذي الانقسامات ويهدد الوحدة الوطنية ويعمق الأزمات التي يمر بها الشعب السوري. كان إطلاق هذه الحملة النسائية السورية في هذا التوقيت الحساس ضرورة ملحة استجابة للتحديات التي تواجهها سوريا في هذه المرحلة الدقيقة. فمع تزايد الدعوات لإيجاد حلول سياسية عادلة ومستدامة كان من الضروري أن تشمل هذه الحلول ضمانات حقيقية لمشاركة النساء والمكونات الثقافية والدينية في صناعة القرار. إن تجاهل حقوق النساء والمكونات أو تهميش دورهن في إعادة بناء الوطن يشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل سوريا ووحدتها. من هنا جاءت الحملة لتكون صرخة مدوية في وجه هذا الإقصاء، مؤكدة أن أي عملية سلام أو تسوية سياسية في سوريا لا يمكن أن تتحقق أو تحقق الاستقرار المنشود دون أن تضمن حقوق النساء والمكونات في المشاركة الكاملة وتلبي مطالبهم العادلة في العدالة والمساواة. لقد أثمرت الحملة النسائية عن نتائج ملموسة وواسعة النطاق تمثلت في تعزيز التواصل بين النساء السوريات من مختلف المناطق داخل سوريا وخارجها وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في قضايا المرأة، إضافة إلى إنتاج 80 فيديو توثيقي وتنظيم عشرات النشاطات وإرسال 5 رسائل تضامن دولية إلى جانب التغطية الإعلامية التي شملت مقالات وتقارير عديدة. كما تم توثيق هذه الفعاليات في مواد مصورة ومكتوبة لتكون شاهدا حيا على حجم التفاعل الشعبي والنسائي مع أهداف الحملة. وفي هذا السياق وتماشيا مع تطلعات النساء السوريات نحو سوريا حرة وديمقراطية ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان تحقيق هذه المطالب العادلة التي تضمن العدالة والمساواة لجميع المواطنين السوريين. لذا نتوجه الآن إلى المجتمع الدولي بالمطالب التالية التي تمثل خطوة أساسية نحو بناء سوريا الجديدة التي تحترم حقوق جميع مواطنيها. المطالب الموجهة إلى المجتمع الدولي: تعديل الدستور المؤقت بما يضمن حقوق النساء والمكونات الثقافية والدينية ويعزز من مكانتهن في جميع المجالات. تطبيق نظام لا مركزي ديمقراطي يضمن تمثيل جميع السوريين في صنع القرار. تمثيل النساء بنسبة 50% في مؤسسات الحكومة ومشاركتهن الفاعلة في جميع القرارات السياسية والاجتماعية. ضمان حقوق المكونات العرقية والثقافية والدينية في أي حل سياسي ضمن نظام ديمقراطي لا مركزي. الحفاظ على مكتسبات المرأة السورية وتعزيزها قانونيا ودستوريا وحمايتها من التمييز والعنف في جميع المجالات. تطبيق آليات قانونية لحماية النساء من جميع أشكال العنف وخاصة في مناطق المحتلة والمخيمات. تنفيذ عملية عدالة انتقالية شاملة تضمن محاسبة الجناة وتوفير آليات للمصالحة الوطنية مع ضمان مشاركة النساء في هذه العملية لضمان سلام دائم وشامل. ختاما، إننا كنساء سوريات نوجه نداء عاجلا إلى المجتمع
بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على الأطراف السورية كافة لتحقيق هذه المطالب العادلة التي تمثل جوهر تطلعات الشعب السوري. يجب أن يكون هناك دعم مستمر للمرأة السورية وتبني دورها الفاعل في كافة جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. نؤمن أنه لا يمكن بناء سوريا جديدة دون تحقيق هذه المطالب الأساسية. لن تكون سوريا مستقرة أو ديمقراطية إلا عندما نضمن حقوق جميع مواطنيها ومواطناتها ونحترم تنوعهم الثقافي والديني. إن الحملات النسائية التي انطلقت في 12 تشرين الأول 2025 والتي تجسدت في شعار بتحالف النساء سنبني سوريا حرة ديمقراطية لا مركزية كانت بمثابة استفتاء نسائي يعكس تطلعات النساء السوريات نحو بناء وطن يضمن العدالة والمساواة. ونتائج هذه الحملة التي تمثلت في توحيد صفوف النساء وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية وتوثيق فعاليات الحملة بمقاطع وفيديوهات ليست إلا بداية لمشوار طويل نحو سوريا جديدة يجب أن تكون ديمقراطية لا مركزية تحترم تنوعها الأثني والطائفي. كما نؤكد أن بناء سوريا حرة ديمقراطية لا مركزية يتطلب أن يكون صوت النساء مسموعا في جميع أنحاء البلاد وأن يكون لديهن دور فاعل في تشكيل المستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. لن يكون هناك سلام حقيقي أو عدالة حقيقية في سوريا إلا على أسس من المساواة والحرية والديمقراطية لجميع المواطنين. مؤتمر ستار تجمع نساء زانوبيا 12 تشرين الثاني 2025.